جاي اشتريه. طب انا هبيعها يا رايق واللي عندك اعمله. خلاص يا عم استريحت، نفذت اللي في دماغك، حرقت قلب طليقتك وابوها والواد بقى معاك. ده مش بس بقى معايا، ده ولا هيشوفوا شعر منه تاني بعد كده. يعني ايه؟ رامي بقى بره مصر خلاص. يا ابني الايه؟ وصفرته ازاي؟ ايه اللي سفرته ازاي؟ انت ناس انه يبقى ابني وانا ابقى ابوه ولا ايه؟ يا ابني الايه؟ تصدق بالله انا من كتر الغل اللي جواك ناحيه طليقتك وابوها انا بقيت متصور انك ممكن تعمل اي حاجه في الولد عشان تحرق قلبهم. لا يا حبيبي، مش انا اللي اعمل الحركات دي، ده انت وبلدياتكم. عيب. صفرته عند مين؟ عند زياد. زياد الخواجه؟ يا ابن الايه؟ حته فكره ما تجيش على دماغ الابلسه. يبقى وروني بقى يعملوا ايه يا معلم. المهم انا دلوقتي هكلم الشيمي امتى؟ سيبه ساعتين ثلاثه كده لما يستوي هو المحروسه بنته، واطمن كمان ان رامي وصل بالسلامه بره. ماشي، بس لازم ترسيني هعمل ايه؟ ايه؟ الله، ما انا دلوقتي الشيمي اول ما ينسحب من الانتخابات الواد لازم يرجع لامه يا سعيد. لما الشيمي يبقى ينسحب من الانتخابات يبقى يحل حلال. سعيد انا اللي متصدر في وش المدفع. طيب بص يا معلم، خلاصة الفيلم ده كله رامي يبقى ابني وارجعني، وانا سابك بتلعب مع الشيمي عشان تخلص مصلحتك من وراه. لما بقى نخلص الحاجات دي والشيمي يقول لك فين الواد وبصدرني انا بيه ومالكش دعوه انت. اتفقنا؟ ماشي. خد يا عم ديبو، جاي لك سرة فلوس اهي. سرة فلوس ايه؟ ده هي الحسد ايه؟ وقد كده كمان. هيحسدوك على ايه يا خي؟ على رأيك. اصل الحياة وردة اصلا. ما انت يا ابني اللي مغمقها على نفسك، وانت برضه اللي ممكن تفتحها. ده كفايه يا ديبو نظرة بس كده في وش اللي بتحبه، ولا ضحكة حلوة على الصبح وتلاقيها زهزهت على طول. هي بطلت تضحك اصلا. قصدك جيجي مش كده؟ كويس كويس انك افتكرتها. انا قلت فكرك راح لواحدة تانية. انت هتلاعبني ولا ايه؟ ما هو لو في حد غيرها هقول لك على طول يعني. لا في يا ابن اخوي، وانت ما بتقولش. في غيرها. ايوه كده تعدل عليك. عارف يا عمي، لما تحس انك عندك مشكلة وكل يوم تكبر، كل يوم تزيد عن اليوم اللي قبله، بيبقى مش في دماغك. تحس ان ده العادي، عشان كده انت بتدورش على حل اصلا. وفجأة تلاقي الحل اتحط في سكتك، تقول لنفسك يا انا كنت فين من زمان. حل ياخدك من ايدك ويفرحك، يفرحك قوي قوي، بس في نفس الوقت يقلب عليك المواجع، يقول لك لو مشيت ورا الحل ده هيتقال عليك نادل وخسيس وفيك كل العبر. هعمل ايه يا عمي؟ همشي وراه ولا اقول لنفسي خلاص انت عايش، عيش زي ما انت بقى وخلاص؟ لا، هعمل ايه؟ تحل مشكلتك الاول يا ديبو. حاولت. حاول تاني وتالت ورابع وعاشر، والراجل بقى اللي ما يستسلمش. كلام، كله كلام ما بيجيبش اي نتيجه. كلام. بشوقك يا ديبو، بس افتكر يا ابني الحل اللي انت لقيته ده وفرحك قوي كده، بكره هتلاقي حل تاني يفرحك اكتر منه، وبعده هتلاقي حل تالت، ومش هتلاحق يا حبيبي. نار يا حبيبي نار، يا مدور. ياكش تولع بنار جهنم. مالك قاعد على الصبح بتشيك كده ومسحلني شعرك بتاع حكايتك ايه؟ احلى شيشه لحبيبي. ارغي. بصراحة كده أنا في واحدة مزاولاني جامد أوي اليومين دول. مين يا ام عاطف بتاع فرش السجاير؟ يا كبير أم عاطف، أم عاطف، لا. الكلام ده كان زمان، أنا دلوقتي اتغيرت وبقيت إنسان تاني. مين بقى انسانه تاني اللي شلت حالك بالمنظر ده؟ بصراحة شيماء. شيء؟ شيماء؟ شيماء مين؟ اخت الديبو؟ قوم اقف هنا. فيها كبير، أنا عملت إيه يعني؟ عملت ايه؟ بقى الديبو يستأمنك على اخته يا وانت تبص عليها من وراه. والله العظيم يا كبير أنت فاهمني غلط. مفيش حاجة من اللي أنت بتفكر فيها دي خالص. يا كبير الموضوع كله إن أنا معجب بيها، وبكلمك عشان تخلي ديبو يعني. اقعد. في حاجه بينك وبينها يعني؟ اتكلمت معاها في حاجه؟
لا يا كبير مفيش اي حاجه، صباح الخير صباح النور كده يعني. ولقيت الدنيا فيها ايه؟ جايبه معاك؟ هي بتعاملني كويس مش اكتر يا كبير. يا بجم يا بجم دي في معهد، يعني معلمه حيوان. يعني يا كبير يعني ما انا كمان في دبلوم يعني يا كبير، يعني وانا امي يعني. امك؟ قوم يا قوم شوف شغلك كده وانا اتصرف. قوم بجد يا كبير ربنا ما يحرمني، ربنا ما يحرمني منك يا كبير. خاطري انا بقى اجيب لك الاستباحه. يا عم الحاج بتعمل ايه يا ريس؟ انتخابات. انت ايه؟ خبات يا برنس المنطقة. انتخابات؟ روح خيب بعيد. ما بحبش اللصوص اللي يجيب الفقر يتعلق على باب القهوه عندي، مش ناقصه هي فقر. روح ارميهم على كشك الكهرباء اللي في اخر الشارع. ياكش تمسي فيهم الكهرباء